ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. طبعا رمضان قرب على الابواب، كل سنة وانتم طيبين ويعود عليكم الايام بخير يا رب. النهاردة هنعمل الزبادي بطريقة حلوة جدا، وبطريقة سهلة ما فيهاش من غير مكنة، ومن غير اي حاجة صعبة خالص. وبص هنعملها جميلة. بصوا الزبادي جميلة ازاي، يعني كريمي خالص. هنعملها سادة وهنعملها بطعم الفراولة، وبطعم الفراولة هنعملها زي الجاهزة بالظبط، بنفس الريحة وبنفس الطعم، ومن غير فراولة ولا فراولة ولا جيلي فراولة. هنعملها صدقوني اسهل طريقة. بصوا برضو زبادي الفراولة كريمي ازاي خالص كده وجميلة، وبنفس الوقت ما فيهاش مية خالص. يعني هتشوفوا معانا طريقتها حلوة جدا، وهتشوفوا مقاديرها برضو سهلة ومتوفرة. وكمان بصراحة انت هتبقي ضامنة نظافتها بانك عاملاها في البيت، اكتر من انها توفير. طبعا هي موفرة، بس في نفس الوقت نظافتها دي اهم حاجة. انا معانا هنا كيلو لبن. اللبن ده دافي زي دمعة العين، يعني تحطي صباعك فيه صباعك يتحمل درجة حرارة اللبن. انا جبت كيلو واحد من اللبن، هقسمه في الطبقين دول. كل طبق يعني حوالي نص كيلو، هقسمه بالنص، لاني هعمل نصه زبادي سادة ونصه زبادي بالفراولة. انا كده قسمت الزبادي. هنعمل الاول الزبادي السادة. انا جبت زبادي اللي هو المعلبات اللي هي بتاع الشركات، وده كده هيطلعهولك برضو بطعم اللي هو المعلبات والشركات. عاوزة تعملي زبادي بطعم الزبادي البلدي، يبقى هاتي علبة زبادي بلدي. العلبة دي عشان صغيرة، يعني نص الكيلو اللبن ياخد حوالي معلقتين كبار. انا عشان العلبة صغيرة فهحط العلبة كلها، يعني الكيلو اللبن ياخد يا اما كوباية زبادي كبيرة، يا اما 4 معالق كبار. اهو هنفضي كوباية الزبادي، وبحط معاهم نص معلقة كبيرة سكر. يعني انا دلوقتي هقلب بس الاول الزبادي باللبن بالمضرب اليدوي، انا عاملاها بالمضرب اليدوي. عايزه تعمليها في الخلاط اعمليها، يعني خدي كوبايه من اللبن على كوبايه الزبادي واضربيهم في الخلاط، وبعد كده صبيهم على باقي اللبن. عاوزه تعمليه بالهاند بلندر تقدري تعمليه، عاوزه تعمليه بالكبه ممكن تعمليه، ولو بالكبه اليدويه كمان. يعني باي شيء ممكن تعمليه وهتلاقي هيطلع لك بنفس النتيجه وسهل جدا. عشان كده انا عملته بالمضرب اليدوي، عشان لو مش متوفر عندك اي حاجه من اللي انا قلتها دي تقدري تعملي بالمضرب اليدوي، ومش هيبقى صعب نهائي. بنعمل اهو، قلبت كويس بالمضرب، بس انتي بتقلبي شويه يعني بالمضرب عشان تضمني ان الزبادي تكون دابت خالص، مفيش اي زبادي. واحط له اهو نص معلقه كبيره سكر. مش عاوزه تحطي سكر عادي، انا بس يعني حاجه بسيطه جدا من التحليه. لو عاوزه تخليه ساده خالص من غير سكر ممكن ما تحطي له السكر. وانا اهو برضو بقلبه كويس عشان ادوب السكر مع باقي المكونات اهو. وبعد ما بنقلبه بقى كويس، انت بتحضري طبعا عاوزه تحطي في كوبايات، بتحطي مجات اطباق، يعني المتوفر عندك ممكن تحطي فيه، ايا كان من ده هينفع يعني يتعمل. انا هجيب اطباق اللي هي زي اطباق الرز بلبن، وهحط فيها اهو. انا جبت بقى عشان انا حاطاه في طبق فانا جبت الكبشه، لكن انت لو عاملاه في شفشق تقدري طبعا عادي تصبيه بالشفشق، يكون شفشق ليه مثلا بق كده شويه يتصب بكل سهوله. بس انا عادي برضو صبيته بالكبشه ما عملش اي حاجه. اهو انا يعني نص كيلو عمل لي بالظبط 3 اطباق من اطباق اللي هي الرز بلبن. وهيعمل لي برضو من اللي هو بالفراولة، هيعمل لنا طبقين، وعملت كوباية معاه صغيرة. فيعني بصوا الكيلو اللبن هيطلع لك كمية حلوة جدا. عشان كده بقولك اوفر وانضف بصراحة بمراحل. انت عارفة اللبن بتاعك عاملاه ازاي، غلياه كويس، يعني انت بعد ما بتغليه بتسيبيه يبرد، يوصل اللي هو زي ما قلت لك دمعة العين تحطي صباعك فيه. فانت صدقيني بتبقي ضامنة نظافة الحاجة اللي انت بتعمليها في البيت، يعني افضل من بره بمراحل. ما بتبقيش عارفه المنتجات ازاي، ما بتبقيش عارفه بتتحضر ازاي، نسبه النظافه فيها ايه. فعشان كده بنقول يعني لصحتنا وصحه اولادنا ان افضل لو كل حاجه اتعملت في البيت صدقوني. اهو دلوقتي كده انا عملت اللي هي الزبادي الساده. هنعمل بقى مع بعض بالفراوله.
جبت اهو نص كيلو اللبن التاني، هحط له برضو كوبايه الزبادي اللي بالفراوله، وهنحط بقى مكون سحري هيديكي نفس ريحه وطعم الجاهزه، صدقيني يعني جربوه وهتدعولي. جبنا كريم شانتيه دريم بالفراوله، حطي منه، انا حطيت على نص كيلو نص معلقه، يعني الكيلو هياخد معاكي معلقه، لو عاوزه تعملي كيلو لبن معلقه كبيره. وهنقلب اهو، انا برضو هحط معايا، انا بس بدوب الشانتيه بالزبادي في اللبن، وبعد كده هحط له معلقه كبيره سكر، علشان ده يعني نوعا ما بيبقى بالزبادي، فيبقى يعني محلي شويه كمان، عشان انا ولادي بيحبوه محلي شويه، فعشان كده حطيت لهم معلقه كبيره سكر. انتوا لو مش بتحبوا طعم السكر خلاص ممكن ما تحطوا سكر خالص، لان الكريم شانتيه بيبقى فيه نسبه سكر، بس جربوه بالكريم شانتيه احسن من جيلي الفراوله، واحسن من انك تعمليه بالفراوله، هيديكي طعم وريحه حلوه جدا. اهو بنقلب بقى كويس، هنبتدي برضو اهو دلوقتي انا هحط معلقه سكر زي ما قلت لكم، برضو هقلبها شويه، وبعد كده هنحطه برضو في الاطباق، لو عاوزه تحطيه في مجات حطيه، و يعني امليها عادي، بس يعني ايه انا ارتحت اكتر ان انا احطه في اطباق، حسيت ان هو يعني اسهل، حتى لما بحطه في التلاجة بحطه في صينية في الاطباق، ولو عندك اطباق بتتغطى يبقى افضل وافضل، فيه يعني اطباق بيبقى ليها غطا بتبقى جميلة محكمة الغلط كده، بتبقى حلوة، بحيث ان انت لما تحفظيها في التلاجة هتحفظ معاكي كام يوم، هتبقى حلوة، مش هتاخد اي طعم ولا اي ريحه ولا اي حاجه، فعشان كده بقولك لو حاجه كمان محكمه الغلق او ليها غطا هتبقى حلوه جدا. اهو انا ابتدي افضيها برضو في الاطباق، ما تنسونيش بقى في اللايك والشير لو الزبادي عجبتكم، الفيديو عجبكم. اهو فضيتها، هيتبقى معايا اهو حبه صغيرين، انا بعد ما كنت حطيتهم في الطبق حسيت ان هم قليلين، رحت نقلتهم بعد كده عندي في كوبايه صغيره، قلت لا الكوبايه الصغيره افضل، رحت نقلتهم في كوبايه صغيره. بس كده هنجيب بعد كده بقى صينيه، يعني انا اهو بعد ما خلصت كل الكميه اللي عندي بجيب بعد كده صينيه احطهم فيها عشان اوريكم هنعمل فيهم ايه. كده اهو بعد ما حطيناهم في الصينيه بجيب ميه، الميه دي ما وصلتش لمرحله الغليان، هي سخنه يعني ما ينفعش تكون بارده ولا دافيه، سخنه بس ما وصلتش معايا لمرحله الغليان، يعني بتطلع بخار بس ما توصلش لمرحله الغليان، وبحط في الصينيه بوصل لحد ايه، يعني لو مجات او كوبايات ربع المجات، وبرده لو اطباق نفس الكلام لحد ربع الطبق، غطيه بستريتش مارك لو عندك، بفوطه زي كده، بفويل بايا كان، او ورق زبده يعني عليه فويل، وبعد كده بحط عليه الصينيه دي، وانا بكون مسخنه الفرن لمده 5 دقايق، يعني تبقى الفرن سخنت حلو لمده 5 دقايق، واطفي الفرن، اوعي تسيبي الفرن شغال، هتطفي الفرن وتحطيه فيها وتسيبيه لمده 4 ساعات، ما تجيش جنبه ولا تفتحي عليه. انا كده خلاص، انا كده حطيته في الفرن كمان وطلع من الفرن اهو. انت حتى لما بتعملي الفرن بتحسي ان الميه لسه دافيه نوعا ما، انا كده بنشف يعني قعر الكوبايه او الطبق من تحت، وهحطه في الصينيه. بعد ما بتنشفيه وبترصيه بتنشفيه كله في الصينيه وبترصيه، هتحطيه في التلاجة لمده يعني لا تقل عن 7 ساعات، ممكن تسيبيه كمان لتاني يوم عادي جدا. اهو انا كده نشفت كله وهحط دخله التلاجة، بعد ما حطيناه في التلاجة 7 ساعات، انا بصراحه بيته لتاني يوم لاني ما قدرتش بالليل ان اصور باقي الفيديو. بصوا كده بعد ما طلعته من التلاجة، بصوا زبادي متماسك معايا ازاي، يعني قلبت الطبق والزبادي ما بيتحركش تماما، متماسك جدا. بصوا هناخد معلقه منه يعني الزبادي كريمي خالص، ناعم جدا جدا جدا، يعني بصوا طري جدا في منتهى الجمال. وبرده هوريكم بالزبادي بالفراوله، وبرده ناعم ازاي وجميل اهو.
بصراحة في منتهى الجمال، وبألف هنا لكل اللي يعملوا ويجربوا ويعجبوا. ولو عجبكم متنسونيش في اللايك والشير والاشتراك في القناة، وشيروا الفيديو عشان الكل يستفاد. وباي باي، اشوفكم في فيديو جديد.